كرة تلعب للأمام، لمسة يد، حكم اللقاء يعني يمشي الكرة الماضية. تعود لمصلحة نادي جوا، انطلاقة وتقدم، تغطية متأخرة خطيرة الكرة الماضية، والهدف الأول لمصلحة نادي جوا. الهدف الأول لمصلحة نادي جوا عن طريق اللاعب ديجان درازيتش، خطأ فادح من حارس المرمى أحمد الرواحي اللي كان خروجه غير يعني في غير محل. خروج أحمد الرواحي ما كان في توقيت المناسب، وبالتالي الهدف الأول لمصلحة نادي جوا، الهدف الأول لمصلحة فريق اف سي جوا عن طريق اللاعب دراجان درازيتش. كما ذكرت الأجواء ماطرة وأرضية الملعب المبللة تخدع حراس المرمى وتخدع كل اللاعبين، بالتالي الحذر مطلوب في مثل هذه الكرات. وبالتالي الهدف الأول الآن يسجل لمصلحة نادي جوا، رغم السيطرة في المباراة بشكل عام كانت لمصلحة السيب، ولكن التدخل كان متأخر. ما كان يفترض انه يطلع احمد رواحي في الكرة الماضية، لأن اللاعب كان متجه الى الخارج او الى خارج الملعب، والخميسي كان موجود معاه. على كل حال الهدف الاول لمصلحة نادي جوا عن طريق اللاعب ديجان درازيتش. احمد الرواحي في صد الكرة الماضية، وبالتالي بعدها الى خارج الملعب الى ضربة ركنية لمصلحة جوا. ضربة ركنية لمصلحة جوا، لاعبان اثنان فقط داخل المنطقة من الفريق الهندي، مقابل يعني كل لاعبين السيب تقريبا في الحالة الدفاعية. طبعا هذا امر طبيعي. كرة تعود، ارسال كرة داخل المنطقة عالية، احمد الرواحي، والكرة ايضا في المرمى. الكرة في المرمى، والهدف الثاني لمصلحة نادي جوا عن طريق خافيير سيفيير. والكرة الماضية كانت عالية داخل المنطقة وكانت قريبة لحارس المرمى أحمد الرواحي، ولكن سيفييرو يقفز عاليا ويقتحم المنطقة ويضع الكرة براسه في مرمى فريق نادي السيب. الهدف الثاني لمصلحة نادي جوا عن طريق المهاجم الاسباني خافيير سيفييرو. الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول أو الثاني من هذا اللقاء، يتقدم نادي جوا بثاني أهداف. الدقيقة الثامنة، الكرة الماضية داخل منطقة عالية كانت أقرب لها كان الحارس أحمد الرواحي في الكرة الماضية، لكن تأخر أحمد، وبالتالي كان أقرب لها كذلك اللاعب خافيير سيفييرو.